العالم عبارة عن كرة ضخمة وكلنا عايشين عليها. ده المحيط الهندي، ودي حدود المحيط الهندي. هنا المحيط الأطلنطي، وده ساحل إفريقيا الشرقي، ودولة جنوب إفريقيا، وموزمبيق، وتنزانيا، وكينيا، والصومال، وخليج عدن، وبحر العرب، وسواحل اليمن، وسواحل عمان، وخليج عمان، وإيران، وباكستان. ودي الهند اللي لها ساحل غربي على بحر العرب، وساحل شرقي على خليج البنغال. ودولة بنجلاديش لها ساحل على خليج البنغال، ثم ميانمار وتايلاند وماليزيا وجزر اندونيسيا وبحر تيمور واستراليا. واما جنوبا فممكن نقول انه يوجد المحيط القطبي الجنوبي، وممكن نقول انه توجد القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا، وانه المساحة دي هي الجزء الجنوبي من المحيط الهندي. السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. معاكم يوسف نبيل، ودي قناة كل شبر في مصر والعالم. علشان تشوف كويس زود الإضاءة وشغل بكامل الشاشة وبجودة 720 ودوس لايك. واحدة من أكبر الجزر في العالم هي جزيرة مدغشقر، واللي موجودة قبال السواحل موزمبيق. جزيرة مدغشقر طولها 1570 كيلو، ودولة موزمبيق طولها 2000 كيلو. فمدغشقر هي جزيرة ضخمة جدا، وهي رابع أكبر جزيرة على مستوى العالم. جمهورية مدغشقر سكانها 30 مليون، وعاصمتها أنتاناناريفو، واختصارها تانا. اللغات هناك هي الملجاشية والفرنسية، لأن فرنسا كانت تحتل الجزيرة لمدة 64 سنة، واستقلت مدغشقر سنة 1960. مدغشقر فيها تنوع طبيعي مذهل، وحيوانات ونباتات مش هتلاقيها في أي مكان تاني في العالم. والجزيرة زي ما حضراتكم شايفين مليانة بالغابات والأمطار والموز والنخيل، وخصوصا الشريط الشرقي الأخضر المطير. أما المسافة دي فطولها 420 كيلو، والبحر المفتوح بين مدغشقر وموزمبيق اسمه قناة موزمبيق. وقبالة الطرف الشمالي لجزيرة مدغشقر، يعني شمال بحر قناة موزمبيق، هنا توجد دولة جزر القمر أو الاتحاد القمري، وعدد سكانها أقل من 1,000,000 نسمة. غالبيتهم العظمى من المسلمين، ولكنهم يتكلموا اللغات الفرنسية والقمرية والعربية. وجزر القمر عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1993، ولكنها كانت محتلة من فرنسا. وفي نهاية سنة 1974 اتعمل استفتاء شعبي بخصوص الاستقلال عن فرنسا. 4 من جزر القمر صوتت بأغلبية كاسحة لصالح الاستقلال، لكن شعب جزيرة مايوت رفض الاستقلال عن فرنسا بنسبة 64%، فظلت جزيرة مايوت إقليم فرنسي حتى يومنا هذا. ويطالب الاتحاد القمري باستقلال جزيرة مايوت عن فرنسا. هنا شرق مدغشقر عندنا جزيرتين، دي جزيرة موريشيوس الجميلة وعاصمتها ميناء بورت لويس. والنهاردة تعتبر موريشيوس دولة متقدمة تعليميا واقتصاديا في قارة إفريقيا، وهي كانت محتلة لفترة طويلة من بريطانيا، ولكن أعلنت استقلالها سنة 1968. شعب موريشيوس يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وعدد سكانها 1,265,000. أما دي فهي جزيرة لارينيون، وهي جزء من الجمهورية الفرنسية، وشكل الشوارع هناك شبيه جدا بشوارع فرنسا من حيث التنظيم والنظافة. عدد سكان لارينيون حوالي 900,000. شوفوا معايا مشهد أعلى قمة في الجزيرة دي، رغم أن الجزيرة طولها 70 كيلومتر فقط، لكن أعلى قمة ارتفاعها أكتر من 3000 متر، وهي في الأساس جزيرة بركانية. وهنا على بعد 1700 كيلو شمال موريشيوس هنلاقي جزر سيشل. والسيشل هي جمهورية ديمقراطية وعاصمتها فيكتوريا، كانت محتلة من فرنسا ثم من بريطانيا، وعدد سكانها 100,000 فقط. والسيشل مشهورة بالسياحة والشواطئ والطبيعة الجميلة جدا. هنا بقى هتلاقي الساحل الغربي للهند، وهنا مدينة هندية كبيرة جدا اسمها مومباي. مومباي هي أكبر مدينة في الهند من حيث عدد السكان، حوالي 20 مليون نسمة بيسكنوا منطقة مومباي الحضرية الكبرى. المهم إنك لما تمسك المسطرة كده وتاخد خط مستقيم من مومباي وتتجه جنوبا، فهتقابلك مجموعة كبيرة جدا من الجزر، دي اسمها جزر المالديف أو مالديفز، وهي عبارة عن دولة مكونة من أكتر من 1000 جزيرة، ومعظمها جزر
مرجانية. الجزر دي ممتدة في المحيط الهندي على مسافة أكتر من 800 كيلومتر. وعاصمة المالديفز هي مدينة ماليه. فين هي ماليه دي؟ هي هنا، مجرد جزيرة صغيرة طولها كده 2 كيلو، هي دي مدينة ماليه. ومعاها كام جزيرة تانية. عدد سكان المالديف حوالي 500,000 وتلتهم بيعيشوا في العاصمة ماليه. وهنا هتلاقي المطار اللي معظم السياح اللي بيروحوا المالديف بينزلوا فيه. لكن على بعد 100 و200 و300 كيلو من ماليه هتلاقي جزر تانية وفيها مطارات وعايش عليها سكان وفيها فنادق ومنتجعات كتيرة جدا وشواطئ رملية بيضاء جميلة جدا جدا. شوف معايا جمال الطبيعة اللي هتقدر تلاحظه حتى من الصور الفضائية وطبعا من الصور العادية. وعلشان كده احنا احيانا بنطلق على مدينة مرسى مطروح المصرية انها مالديف مصر. السياحة حاليا بتشكل مصدر من اهم مصادر الدخل للشعب المالديف بالاضافة للزراعة وصيد الاسماك. شعب المالديف كله من المسلمين السنة، والدستور هناك يحظر على اي انسان مش مسلم انه يكون مواطن مالديفي. اللغة الرسمية في جزر المالديف هي الديفيهي، وهي حاليا بتتكتب من اليمين للشمال. ولغة الديفيهي فيها كلمات عربي كتيرة. لكن انت لو سافرت المالديف فانت تتكلم انجليزي. السياحة بدأت تنتشر في المالديف منذ السبعينيات من القرن العشرين، وعلشان كده الحكومة والشعب هناك بيهتموا جدا بتعليم اللغة الانجليزية. وكل ده عمل تغييرات كبيرة في المجتمع والثقافة المالديفية اللي اصبحت منفتحة على باقي العالم زي ما هو الحال مثلا في الامارات ودول الخليج العربي. نسيب المالديف ونتجه للشمال الشرقي الى جزيرة سريلانكا. البعض بيسميها دمعة الهند لأنه جزيرة سريلانكا شكلها على الخريطة كأنها نقطة دموع نازلة من عيون الهند. جزيرة سريلانكا طولها 435 كيلو وعدد سكان سريلانكا 22 مليون. عاصمة سريلانكا تعتبر هي مدينة كولومبو الكبرى، واتعمل شرقها عاصمة إدارية سياسية جديدة. سريلانكا لها ساحل على المحيط طوله أكتر من 1000 كيلو. وحضراتكم شايفين سريلانكا لونها إيه؟ لونها أخضر غامق. يعني سريلانكا بلد فيه طبيعة جميلة جدا وكلها دولة خضراء جميلة. ومعظم المدن الكبيرة في سريلانكا موجودة على الحافة الساحلية للجزيرة. ده مثلا مشهد من مدينة كولومبو، ولكن توجد أيضا مدن هنا في وسط الجزيرة الكبيرة الجميلة، وده مشهد من مدينة كاندي. فسريلانكا هي دولة جميلة وكبيرة وفيها تنوع كبير وتستاهل انك تزورها لو تقدر. وهنا بقى قرب استراليا هنلاقي جزر كوكس، وهنا جزيرة عيد الميلاد. وكلهم تابعين لاستراليا، ورغم انها جزر صغيرة ومنعزلة لكن عايش فيهم ناس زي ما حضراتكم شايفين كده. ولو سمعت عن زنجبار، فزنجبار هي جزيرة تنزانية قرب دار السلام وفيها مدينة زنجبار. وعندك هنا جزيرة سقطرى اليمنية، وكنت اتكلمت عنها في فيديو الصومال واليمن. وبفكرك بأنه مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات الشقيقة هي عبارة عن جزيرة في الخليج العربي طولها حوالي 17 كيلو وتربطها الجسور بباقي التراب الإماراتي. ودولة البحرين الشقيقة تتشكل أساسا من جزيرة صغيرة طولها 50 كيلومتر وعاصمتها المنامة. هل الفيديو عجبك؟ لو عجبك من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. ولو دخلت على فيديوهات قناتي فأكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك طالما ان انت بتحب استكشاف العالم بصور القمر الصناعي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.